حكاية فيلمنا بتبدأ مع أسرة باكستانية قاعدة بتتفرج على مباراة في البيسبول، والأم أعجبت جدا بلاعب اسمه شاهد أفريدي عشان قدر يكسبهم المباراة، وقالت لو رزقت بولد أسميه شاهد. لكن بتعدي السنين 6 سنين وبنلاقيها إنها جت شاهدة، وباباها رؤوف بيقولها روح البيت، وبتجري بالعجلة بتاعتها لكن العجلة بتفلت منها، وشاهدة للأسف بتقع من على أعلى الجبل اللي عايشين عليه وبتتعلق على فرع شجرة. باباها بيرجع البيت بيتفاجئ إنها ما رجعتش، واللي عرف اكيد ان بنته في خطر، فجمع اهل القرية كلها عشان يدوروا عليها. وبيدوروا عليها لو هو فعلا متعلقة على فرع الشجرة لكن مش قادرة انها تنادي على حد عشان هي ما بتتكلمش. فبيجتمعوا مع شيخ القرية واللي قال لهم ان انتوا لازم تودوها الهند لدلهي لمقام الشيخ هناك عشان تقدر تتكلم تاني. لكن بسبب الظروف السياسية بين البلدين مش هيقدر رؤوف باباها ان هو يوديها، وهنا الام هتعرض انها اللي هتوديها هناك. باباها بيبيع كل الغنم بتاعته عشان خاطر يقدر يجيب الفلوس اللي يعالج بيها بنته ويوديها لدلهي. وبيوصلهم رؤوف لمحطة القطر واللي بتركبها شاهدة ومامتها، والقطر بيطلع بيهم وفعلا بيتحرك ناحية الهند وبيعدي من البوابة بتاعة الحدود. وبمجرد ما بيوصل المحطة بيتم تفتيشهم، وبعد ما خلصوا إجراءات التفتيش بيروحوا للمكان اللي فيه المقام في مدينة ديلي. وطبعا شاهدة وهي ومامتها بيبتدوا ان هم يزوروا الاماكن المقدسة هناك وبيحضروا المقام اللي موجود عشان خاطر بنتها ترجع تتكلم. وفي رحلة العودة تاني لباكستان هنلاقي ان شاهدة موجودة مع مامتها، لكن القطر اتعطل فجأة في الطريق، وعسكري قال لهم ممكن تناموا لان القطر هيقف شوية عشان فيه اصلاحات. وكلهم بيناموا، لكن شاهدة بتصحى وبتلاقي حاجة غريبة بتحصل بره القطر، ان في معزة موجودة في حفرة ومش عارفة تخرج منها، فهتضطر انها تنزل من القطر عشان تساعدها وتخرجها من الحفرة بتاعتها. وهي بتخرج المعزة هنكتشف ان القطر ابتدى يتحرك. شاهدة هتحاول انها تلحق بالقطر مرة تانية لكنها مش قادرة تتكلم ولا تنادي مامتها اللي بتبعد عنها، والقطر ابتدى يبعد عن عينيها وعن نظراتها واحدة واحدة لحد ما اختفى تماما. تتفاجئ شاهدة ان في قطر تاني جاي على نفس الاتجاه، فهتقرر انها تركبه بحيث انه يمشي برضه في نفس الاتجاه. لكن القطر ده بينفصل وفي جرار تاني بيجي بيسحبه تاني لمدينة الهند، وبتحاول تخبط لكن محدش قادر يسمعها. مامتها بتصحى من النوم مش بتلاقي بنتها موجودة واللي بتدور عليها في القطر كله، لكن القطر كان وصل باكستان وعدى من البوابات بتاعة الحدود. لكن مامة شاهدة هتقرر انها تسحب السلسلة عشان توقف القطر، وقدرت فعلا انها توقفه ونزلت عشان تدور على بنتها، واللي مسؤول الامن بيتكلم من الهند وقال لها ان هم ملاقوش حاجة وهيدوروا عليها لحد الصبح. لكن هي حاولت انها ترجع تاني وحاولت تترجاه، قال لها لازم تأشيرة جديدة لان دي دولة غريبة عننا، وقدروا ان هم يبعدوها عن الحدود. وهتكتشف هنا ان بنتها ضاعت منها، وشيخ القرية بيحاول يطمنهم وبيقول لهم أكيد ربنا مش هيسيبها، هيبعت لها حد بيهتم بيها. وبتصحى شاهدة بتلاقي نفسها في مولد موجود في الهند وإن الناس بتحتفل، وفجأة بيظهر هنا باوان، واللي بيحب ديانته جدا وبيحب الآلهة بتاعته وبيحتفل بيها في المهرجان الخاص بيهم. وكل الناس اللي موجودة في الهند عاملة احتفالات، وبعد ما الاحتفال ده بيخلص بيبتدي باوان إن هو يغسل إيديه عشان ياكل، لكنه اتفاجئ ان في بنت صغيره قاعده بتبصله باستغراب، وعرف انها عطشانه وعرض عليها انها تشرب وجرت وخلصت الميه كلها، وطلب لها كمان اكل وحاول ان هو يكلمها وعرف انها ما بتقدرش انها تتكلم، فسابها ومشي ودفع الفلوس. واتفاجئ انها ماشيه وراه وعرف منها انها تايهه بعد ما عرض عليها فلوس ورفضت انها تاخدها، وهيقرر ان هو يساعدها وخدها للمكان اللي موجود فيه مقر الالهه، وقال لها اكيد هم هيجوا يدوروا عليكي وهيلاقوكي هنا، وسابها ومشي. وركب الباص لقاها برضه بتدور عليه، فاضطر انه يوقف الباص وخدها وراح لمركز الشرطة، واللي قال لهم انها تايهة لكنهم رفضوا ان هم ياخدوها منه. وبعدها بيضطر انه ياخدها معاه وبيركب الباص وبيحاول يتعرف منها على اي حاجة، وقال لها انا اقولك على كل اسامي المدن وهز دماغك بس لو قلت اسم مدينة انت عايشة فيها. وهتبتدي الناس انها تتفاعل معاه اللي موجودة في الباص، وهتقول معاه اسامي مدن كمان، وهيطالبوه ان هو يقول قصته، وهيبتدي بوان يقول قصته. لكن طلب منها انها تقول له يا عمي عشان هي عندها 6 سنين. قال لهم ان انا اسمي بوان لكن شهرتي بجرانجي. هيبتدي زمان انه بيحكي قصته مع باباه، وان باباه كان عنيف جدا وكان بيحب انه يعلمه الرياضة وحتى التعليم، لكن كان بيفشل في كل حاجة، حتى التعليم اخر حاجة فيها فشل، وكان دايما بيسقط، وكان دايما باباه بيضربه، ودخل الامتحان 10 مرات ومع ذلك سقط. ولكن في المرة ال11 نجح، وجه لباباه وقال له لازم تروح مدينة ديلي. لكن باباه توفى وقرر بوان ان هو ينفذ وصيته، ووصل فعلا مدينة ديلي.
وكان ليه باقي، الكمساري اداله الباقي ده هو وبنت موجودة في الباص، واللي هيبتدي ان هو يطلب منها انها تاخد الباقي بتاعها، لكنه هيرفض في نفس الوقت انه يسيب لها الفلوس كلها. هيبتدي ينزل وراها ويقول لها ان انت ليكي فلوس ولازم تاخديها. هتقول له طب ممكن تفكها من الكشك ده، وفعلا بيروح عشان يفكها، بيرجع مش بيلاقيها. فيقرر انه يروح للمكان اللي هو عايزه، اللي باباه كان كاتبه له خاله هناك. وصل لها البنت دي موجوده وبتقول لهم ان هو ماشي ورايا. هيبتدي يقول لهم انا اسمي بجرنجي واسم باباه، وخاله هيبتدي يتعرف عليه وهيقول لهم انت لازم تعيش معانا، لكن انا هنا ما بسكنش اي حد، ديانته مختلفه عننا، وممكن تروح المدرسه مع راسيكا اللي ابتدى يديها الباقي بتاعها، واللي اعجبت جدا بيه وقالت له ما تقوليش اختي تاني. وبتاخده معاها وبتروح المدرسه اللي هي شغاله فيها عشان هو كمان يشتغل فيها. وبيبتدي بجرانجي يقرب من العيله دي اكتر، وكان طبعا بيحب الاكل الكتير. لحد ما في يوم جت أسرة عشان تخطب راسكا، واللي بيطلع بوان عشان يناديها، لكن هتحصل حاجة هتغير مصير حياته. هيتفاجئ إن راسكا بتحبه وبتمسك ايديه وبتنزل قدام باباه وبتعترف بحبها ليه، وقالت له إن هو ده اللي بيشبهك في كل حاجة. باباه هيعتذر للناس ويقول لهم إن بنتي مش موافقة عليكم، وهيبتدي يطلب من بوان خلال 6 شهور إنه يجيب بيت من عرق جبينه عشان يقدر يفوز براسكا. وكل اللي موجود في الباص هيبتدي يهنوه على خطوبته. واللي بيرجع بعد كده بالبنت وراسكا بتشوفه، وبيبتدي يحكي لحماه كل حاجة عنها، وان هو لقاها وانها ما بتتكلمش، وقال له اكيد هي ديانتها زينا. وبتقعد معاهم، وبيرجع تاني يوم مش بيلاقيها في البيت، وبيخرج هو بيدور عليها، وكان مسميها موني. لقاها موجودة في بيت ناس مسلمين وبتاكل فراخ، فهيدخل طبعا عليهم عشان ياخدها لان ديانتهم بتمنع اكل اللحوم. لكن موني مصممة انها تدخل وتاكل، فيضطر انه يوديها مطعم عشان تاكل فيها اللحوم. وبعدها بيروح يصلي للآلهة بتاعته وبياخدها معاه، لكن اتفاجئ انها مش موجودة جنبه. واللي بيبتدي انه يشوفها من بعيد لقاها واقفة جنب مسجد، وبتدخل المسجد وديانته بتحرم عليه دخول المسجد، لكن هو بيقرر ان هو يدخل عشان ينقذها. اتفاجئ انها بتأدي نفس العبادات بتاعتهم وانها مسلمة، وهيبتدي يقول لراسك عليها انها خدعتني. هتقول له انها 6 سنين ازاي تخدعك. فبيدخل هو وراسك عشان يدوروا عليها، لكن بتيجي موني وبتحضنه، وعرف ان هو بيحبها وهيقرر كمان ان هو يساعدها. لكن هنا حماه لو عرف انها مسلمة هيطردها من البيت، وفي مباراة ما بين الهند وباكستان. لكن موني بتفرح بمجرد ان باكستان بتجيب اهداف وكمان بتبوس العلم، واللي عرف منها هنا بوان انها باكستانية. فهيضطر طبعا حماه ان هو يطردها بره، ويقوله ان انت لازم تخرجها ولازم توديها السفارة عشان ترجع بلدها. فبياخدها باجرانجي تاني يوم للسفارة الباكستانية اللي موجودة في ديلي عشان يرجعها بلدها. واللي بيدخل للسفارة، لكن موظف السفارة هنا ما صدقش كلامه انها باكستانية وانه عايز يرجعها بلدها. وفي اثناء ما بيتكلم معاه بعد ما طرده بيحصل هجوم على السفارة، وهيضطر باجرانج ان هو يحميها، وهيقدر ان هو يخرج بيها من الهجوم اللي حصل على السفارة، وبيرجع بيها البيت. لكن حماه مصمم انها تمشي برضه، فبيروح مكتب سفريات، واللي بيعرض عليه ان هو هياخد منه 150 الف بمجرد ان هو يدخلها باكستان من غير تأشيرة. فبيجمع باجرانجي كل الفلوس اللي معاه، وخطيبته كمان جابت له باقي الفلوس اللي موجودة معاها. وبيروح المكتب وبيجمع 150 ألف، لكن موني ما كانتش عايزة تسيبه، فيضطر باجرانج ان هو يسيبها وبيبعد ايديها عنه، وبيخرج وهو بيعيط على فراقها. وهيقرر ان هو يرجع يعتذر لها واشترى لها الحاجة اللي بتحبها. يرجع يلاقي المكتب مقفول، وهيشوفها بتبعد عن عينيه بعد ما ركبت العجلة مع الموظف ده، وهيبتدي ان هو يجري وراها عشان خاطر يعتذر لها. وراح عرف انها طلعت في البيت ده، فبيقرر انه يدخل البيت لانه بيت مشبوه. فاكتشف ان هو ودى موني في داهية، فهيحاول ان هو ينقذها. وبيدخل وهو الغضب مليه، وشاف الست بتحاول انها تضربها، فالغضب اتملك منه وهيبتدي يضرب كل اللي موجود في البيت ويدمر البيت على اللي موجودين فيه. وكمان ضرب موظف مكتب السفريات وخد موني ونزل بيها من البيت المشبوه. وهنا باجرانجي كان بيفكر في حاجة خطيرة جدا، وهيقرر انه ينفذها، ان هو هيوديها باكستان بنفسه. لكن السفر والتأشيرات موقوفة لمدة شهر بسبب الهجوم اللي حصل على السفارة، وهيقرر فعلا انه ينفذ خطته، واللي اعجبت جدا راسكا بيه. وفعلا بيوصل للحدود وبينزل، بيلاقي مجموعة من الناس بتقوله انها ممكن تساعده وتعديه مقابل 25 ألف لكل واحد منهم. وبياخدوهم معاهم وبيركبوهم العربية، وبيوصلوا للحدود، وهيضطروا ان هم يعدوا من انفاق، وهيقول له في دورية بتحصل كل 10 دقايق،
وبعد ما عدى الناحية التانية في باكستان هيرفض بجرانج ان هو يدخل البلد من غير ما ياخد اذن من قائد القوات، وهيسيب الراجل اللي عداه وهيجري، وهتيجي القوات وبجرانج هيبتدي يحكي لهم قصته، وان هو مصمم يرجع البنت دي لاهلها في باكستان، وانها كانت تايهة في الهند، وان هو حاول كتير جدا يدخل البلد بالطرق الشرعية لكن ما يعرفش، وانه جه عن طريق نفق. فهنا قائد القوات قال له هترجع من نفس النفق ده وهنردمه وهنرجع مش هنلاقيك، وسابهم ومشي. وبنرجع بعد 10 دقايق بنلاقي ان هو لسه واقف ومصمم برضه ان هو ياخد الاذن عشان يدخل البلد. وبعد ما ضربوه كتير جدا قائد القوات قال له انت رجعت هنا تاني ازاي؟ قال له في نفق تاني وانا برضه مش هدخل غير لما تدوني الاذن. فيبتدي يقول له انا لو رجعت كمان 10 دقايق ولقيتك هقتلك. وبيرجع بعدها ب10 دقايق برضه بيلاقيه لسه موجود ومصمم ان هو ما يعملش اي حاجة غلط. فقائد القوات هيبتدي فعلا يديله الاذن انه يدخل باكستان عشان يرجعها لاهلها، وطلب منه انه بعد ما يرجعها يرجع بلده تاني. وفعلا بجرانج بياخد موني وبيدخلوا باكستان وبيركبوا عربية وبيقعد في مطعم عشان هي كانت جعانة جدا، لكن بتيجي دورية وبتقعد. وهنا موني خدت الاساور الحديد بتاعة قائد الدورية واللي بيجروا وراه، وبعد ما فتشوهم ملقاش حاجة مع بجرانجي لكن لقاها مع البنت، واللي بيضربوا طبعا عشان كان فاكرهم حرامية. وعرف ان هو هندي. حاولت موني انها تكذب لكن قال له فعلا ان انا هندي، وطبعا افتكروه جاسوس وقبضوا عليه. وعرف واحد صحفي القصة بتاعته وهيقرر ان هو يروح عشان يصوره بعد ما عرف ان في جاسوس اتقبض عليه وان ده هيبقى سابق صحفي. وبعد ما صوروه دخل للمكان بتاعه الشرطة، لكن هنا موني شافت الجبال وقالت لباجرانجي ان انا عايشة في المكان ده. ولكن هنا ضابط الشرطة عاملها بطريقة سيئة اللي عصب بجرانجي جدا، واللي قرر ان هو يضرب كل اللي موجود في القسم، وخد موني وخرج. والصحفي وهو بيصور شافه وهو بيهرب وكان عايز يجري وراه عشان يبلغ عنه، وركب نفس الباص اللي موجود فيه واستخبى وبلغ ضابط الشرطة عن الجاسوس الهندي. لكنه اتفاجئ انه بيحكي للناس قصة موني الباكستانية اللي عايز يرجعها، وان هو هندي وخاطر بحياته عشان يرجعها. وفي الاخر اعجب جدا بيه وبقصته. ولكن هنا الشرطة كانت وصلت للباص وبتوقفه عشان تطلع، ما تلاقيش بجرانجي ولا موني ولا حتى الصحفي تشاند نواب موجود، واللي كان خباه الصحفي فوق الباص مع الشنط، واللي بيضحكوا انهم قدروا يهربوا من الشرطة. ووصلهم السواق لمكان آمن قال لهم تقدروا تباتوا فيه. بيصحى بجرانجي وبيسأل الأطفال بيقولوا له ان انت موجود في مسجد، وبيجري بسرعه بيطلع بره المسجد وبيجي الشيخ وبيقول له ان هو مش مسلم. الشيخ قال له المسجد ده مفتوح للناس كلها وعشان كده احنا مش بنقفله، وبياخد منه الورقه اللي موني قالت انها عايشه فيها، وقال له هيوريها للتلاميذ بتاعته عشان حد ممكن يتعرف عليها. وفعلا وراها للتلاميذ عشان حد يتعرف عليها. في تلميذ قال له ان دي في سويسرا. فهيبتدي هنا بجرانجي يفتكر ان موني من سويسرا، لكن هنا هيبتدي الشيخ يقول له ان الجبال دي موجوده هنا برضه في كشمير. وبتيجي الشرطه بره المسجد وكانت عايزه تدخل تدور على الجاسوس، والشيخ قال لهم ان مفيش حد هنا، وقال لهم انا عندي فكره عشان اقدر اهربكم. وبيضطر ان هو يلبسهم لبس منقبات وبياخدهم معاه عشان يقدر يخرجهم من البلد عشان الشرطه بتدور عليهم في كل مكان. وفعلا بيخرجهم وبيحضن بجرانجي وبيقول له انت هتمشي من المكان ده. وبيمشي مع تشاند نواب وبيقعدوا في مطعم، وبيجي راجل بعربيه وهيضطر هنا تشاند نواب ان هو يستخدم موني انها تعطله العربيه. وبعد ما عطلوها بيعمل نفسه بيصلحها له عشان يقدر يصلحها بعد ما خرجوا الموزه اللي موجوده جواها. وفعلا قدرت العربية انها تشتغل تاني. فبيعرض عليهم الراجل ان هو يوصلهم، وقال لهم انا ابقى مفتش الداخلية اللي موجود في البلد. وعرفوا ان هم كده ممكن يروحوا في داهية، لكن وصلهم للاسم وطلب من عسكري عنده ان هو يوصلهم للبلد بتاعتهم. فيضطر تشاند نواب ان هو يشاور على اي بيت عشان العسكري يسيبهم ينزلوا، وهيعمل نفسه ابن صاحب البيت واللي هيقدر يقنعه ان هم يدخلوا جوه البيت. والعسكري بيسيبهم وبيمشوا، وعرف مفتش الداخليه ان هم المطلوب القبض عليهم. وبيرجع العسكري لنفس البيت لكنهم كانوا مشوا وبيهربوا بعيد عن المكان. وهنا كان تشاند نواب بيحاول يوثق كل حاجة بتحصل في رحلة عودة موني لأهلها واللي بيعملوا بجرانج معاها. وهيبتدي كمان ان هم يركبوا باص وبتشاور على الجبال وبتقول ان انا عايشة هنا. بجرانج كان عايز يسلم نفسه، لكن تشاند نواب قال له انت هتفضل في السجن طوال حياتك، والشرطة برضو مش هترجع موني، الشرطة عايزة تقبض عليك انت وبس، واللي هيقدر يساعدنا هو الاعلام. وحاول يعرض قصته على كذا حد لكنهم كلهم رفضوا ان هم يذيعوها. فهيضطر يقول له ان احنا لازم نذيع ده عن طريق النت. وبيتصل بصاحبه واللي كان معاه شرطه وجاي عشان تقبض عليه، وبيروح مقام قال له المقام ده الناس كلها بتروحه عشان خاطر لو حد تايه منه وهو هيبقى يحصلهم. وعمل حديث وصور في المكان اللي موجودين فيه. وهنا موني بتروح في النوم
وشافت شاند نواب الشرطة جاية عشان تقبض على باجرانجي واللي بيسبقهم عشان يلحق يحذروا ويبعدوا عنهم. وفعلا قدر ان هو يوصل له وبياخده وبيمشي، وبتيجي الشرطة مش بتلاقيهم، وبيتصل بصاحبه بيقوله ان هم في مدينة تانية عشان يبعد الشرطة عنه. وهنا هيبتدي بعد ما قعدوا مع بعض بالليل بيفرج باجرانجي على اللي حصل واللي صوره. وموني حبت تشوف اللي صوره، وهي بتشوف اتفاجئت انها شافت حاجة غريبة وقالت له رجع الشريط. وفعلا بعد ما رجعه قالت له الست دي تبقى بوالدتي انا. والقدر باجرانجي يعرف ان في امل، وهيطلب من تشاند نواب يعرف الباص اللي نزلت منه بيرجع فين، وهيوصلوا تاني لنفس المكان، وهيسألوا السواق، واللي هيبتدي يقول اسامي البلاد كلها لحد ما قال سلطان بور، ودي تبقى القرية بتاعت موني. واللي فرحوا جدا ان هم عرفوا القرية بتاعتها، وهيحتفلوا لدرجة انه باس ايد السواق، وهيرجعوا في نفس الباص. وكانت تشاند نواب ذاع فيديو عن طريق النت على اللي بيحصل، واللي عرفوا ان هم موجودين في نفس المكان وبيرجعوا بيوقفوا كل الطرق عشان يفتشوها. هيضطر هنا باجرانج انه يضحي بنفسه عشان يقدر يعديهم، وبينزل وبيكشف عن هويته وبيضرب الشرطة اللي موجودة وبيجري عشان تجري وراه. وكل القوات فعلا بتجري وراه، وخطته نجحت عشان تشاند نواب يقدر ياخد موني ويرجعها. لكن الشرطة وهي بتجري وراه قدرت انها تلحقه وبتضربه. وموني هنا عرفت المكان اللي عايشة فيه وشاورت لتشاند نواب عليه، واللي بيصور لحظة عودتها لوالدتها. لكن على الناحية التانية باجرانج كان بيستحمل كل الضرب اللي موجود عشان خاطر موني تقدر ترجع لأهلها، واللي أمها بتشوفها وبتستغرب إنها شافتها، وبتسيب كل حاجة موجودة في ايديها وبتجري بأقصى سرعة عليها عشان تحضن بنتها اللي ربنا رجعها لها بعد ما كانت تايهة. وكل ده وتشاند نواب بيوثق لحظة حضنهم لبعض. لكنهم في النهاية سمعوا حاجة غريبة، سمعوا صوت ضرب رصاص، وعرف هنا ان باجرانج في خطر واللي الشرطة قبضت عليه. وكانت تشاند نواب ذاع فيديو تاني بيحكي فيه القصة، وان هو مش جاسوس وكان بيرجع موني لأهلها. واللي راسكا شافت الفيديو وكل الناس في الهند وباكستان شافته وكل الصحافة بتتكلم عليه. لكن هنا رئيس القوات اللي موجودة في باكستان رفض الموضوع وقال هو بالنسبة لي جاسوس ولازم الناس تعرف ان هو جاسوس، وهيبتدوا يعذبوه عشان يعترف ان هو جاسوس. لكن السيد حامد اللي بيقوم بتعذيبه قدر ان هو يجمع معلومات من الهند وعرف ان هو مش جاسوس وان قصته حقيقية، وعرف رؤسائه بكده، واللي رفضوا ان هم يسمعوا منه اي حاجة وصمموا ان هو جاسوس. وقال لهم انا استحالة اشارك في كده والراجل ده مصدوم. واتصل هنا بتشاند نواب وطلب منه مساعدته، وقال له ان انت لازم تذيع القصة كلها على الانترنت. وطبعا شاند نواب فرح جدا بكده وقرر يساعد باجرانجي وذاع قصته عن طريق الميديا وكل الناس بتتفرج عليه. وطالب الشعب الباكستاني والهندي ان هم يتحدوا مع بعض عشان باجرانجي يرجع تاني لبلده، لان هو كان بيوصل بنت باكستانية ما بتقدرش تتكلم لأهلها بعد ما كانت تايهة، وطالبهم بتاني يوم يوصلوا الحدود. وفعلا بيجي تاني يوم وبنلاقي ان الشعب الباكستاني كله موجود ورايح ناحية الحدود عشان يفتح البوابات، وكمان الشعب الهندي موجود الناحية التانية عشان يستقبل باجرانجي. ولان باجرانجي جاي مع الضابط واللي بيبتدي يحضن تشاند نواب وقال له ان شاهدة رجعت لأهلها. طبعا فرح جدا انه عرف اسمها الحقيقي وانه رجعها لأهلها، وهيبتدوا يحيوه وكل الناس بتهتف باسمه عشان خاطر راجع بلده. لكن هنا ضابط الامن اللي موجود رفض ان هو يفتح البوابات وقال له دي تعليمات، لكن قال للسيد حامد انتوا عددكم اكبر وانتوا كده فهمت قصدي. وفعلا بتبتدي الناس انها تكسر كل البوابات والاقفال عشان تفتح المكان عشان تقدر ترجع باجرانجي لبلده، واللي الناس كلها بتهتف باسمه، وشاهدة بتحاول تجري عشان تودعه وبيحيي الباكستانيين بتحيتهم، وبيقدر ان هو يعدي من الحدود الباكستانية وخلاص داخل على الهند. وهنا شاهدة بتحاول انها تنادى عليه لكن طبعا مش قادرة انها تتكلم، وكل الناس موجودة حتى خطيبته وحماه اللي بيحييه واللي بيحييهم باجرانجي. وهنا شاهدة عايزة تنادي عليه عشان تشوفه للمرة الأخيرة، لكن فجأة بيتفاجئ باجرانج انه سمع صوت بنت صغيرة بتقول له عماه، وعرف انها شاهدة وانها قدرت تتكلم. وفعلا فرح جدا انه سمع صوتها وبيقرر ان هو يرجع عشان يحضنها من تاني، واللي شاهدة بتعدي برضو الحدود عشان تحضن باجرانجي، واللي الاتنين بيقربوا من بعض وبيجروا على بعض بأقصى سرعة. وقدر فعلا ان هو يوصل لها ويحضنها ما بين الحدود ما بين البلدين في كشمير. ودي تبقى نهاية حكايتنا مع قصة باجرانجي وهو بيرجع الفتاة الباكستانية فاقدة النطق لأهلها. لو عجبتكم الحكاية لايك وسبسكرايب في قناة حكاية فيلم الملخصاتي. سلام.